السلام عليكم. النهارده ان شاء الله باذن الله نشرح لكم حركه فرونت فليب او فرنس. الحركه طبعا هي سهله جدا وانا هشرحها طبعا بطريقتي وبمنتهى السهوله طبعا الطريقه، واي حد حتى لو ما بيعرفش يعمل اي حاجه ينفع يتعلمها، سهله جدا. بس المطلوب بس حضراتكم تركيز، بس ركز بس في كل حاجه بعملها وانا هشرحها بكل سهوله. طبعا اول حاجه ايدي الاتنين على الارض قدامي، واقف على رجلي زي ما انا قاعد كده بالظبط، زي ما انا قاعد كده بالظبط. دي حركه اسمها الدحرجه، دي تمهيدا في الاول عشان تتعود على اللفه. تمام؟ طبعا الدحرجه دي عشان اجيبها ازاي؟ ايدي على الارض، بزق برجلي الاثنين، بزق برجلي الاثنين، دماغي تبص لجوه اكتر حاجه، يعني ما ينفعش اعمل كده واقول هلف، لا دماغي لجوه اكتر حاجه، هبص لجوه مع ايدي وهزق برجلي الاثنين، استلم على كتافي، انزل على كتافي مش على ظهري، واحده اهي، تاني واحده، واحده واحده، ايدي ابص لجوه ازق برجلي وانزل على كتافي. تاني طبعا احنا في البدايه لازم نتمرن على اداه مساعده، مثلا مرتبه، يعني ما ينفعش ان حد يعملها طبعا وايه على الارض كده عادي، النصيحه مش كويس، مش هينفع. اول حاجه طبعا هنلعبها على مرتبه. طبعا اول حاجه بدخل على المرتبه، نفس الموضوع، بعمل الدحرجه، واحد اثنين، تاني واحد اثنين، تاني جزء بخش عادي. انا هنا عملتها وانا قاعد، هناخد خطوه بسيطه خالص وهنط جامب بسيط من رجلي، جامب بسيط مش هطير، يعني هي جامب بسيط. تمام؟ جامب، خد الجامب، تاني هاخد جامب بسيط وارمي الدحرجه بتاعتي نفس ما عملتها الاول، جامب بسيط، تاني واحده واحده. طبعا بسرع من هنا اللفه بحدد دراعي، لازم دراعي احدفه جامد. تاني واحد اثنين، تاني واحد اثنين. طبعا دي مرحله. بعد كده بسرع اللفه وباخد جامبي اعلى، دراعي لازم احدفه لفوق، بجري اخد الجامب من مشط رجلي، من مشط رجلي. تمام؟ بعد كده باخد اللفه بتاعتي. طب ممكن واحد ما يعرفش يتقن اللفه مع الجامب، بسيطه جدا، هيدخل عادي ياخد الجامب بتاعه ويبص لجوه، دماغه يبص بيها لجوه، يدي احساس ان هو هيلف، ما يخافش. وعلى مرتبه، لازم برضه وسائل مساعده على مرتبه في البدايه. بعد كده طبعا لما تتمكن من الحركه هتعملها، لو على الازاز مش هتفرق، تعملها في اي مكان، بس تتمكن من الحركه الاول. تاني هحدف ايدي واحده واحده بالراحه، تاني واحده واحده بالراحه خالص. اهم حاجه طبعا في الموضوع ده كله مسكه رجلي، لازم دي اسمها بنقول عليها التكويره او الطق، لازم مسكه رجلي في البدايه، لازم امسك رجلي في البدايه. ما ينفعش انا اعمل فرنس وانا اعمل كده او انا اعمل كده، لازم يا جماعه ان انا وانا بلعب الفرنس رجلي الاثنين فوق، يبقى في البدايه اتمرن جمبات ياما، رجلي الاثنين يطلع على صدري. تاني تمام؟ تاني بص
ماسك برضه الرجل منين؟ ممكن واحد يقول انا ما بلحقش امسك رجلي. بسيطه جدا. فمجرد ما انت بتلف دراعك وانت بتهدفه بيعدي يجيب رجلك. واحده واحده كله ركز. واحده واحده. ايدي الاثنين اهو. تاني. واحده واحده. بالراحه كويس. ناخد الجامب مش رجل. اهم حاجه مسكه الرجل. اهم شيء. تاني. بالراحه خالص. تاني. عدينا مرحله. اللي هي خلاص يعتبر انا نزلت منه واقع. تمام. علشان انزل واقع اعرف الجامب بتاعي اخد باور من الجايه. يعني مش لازم ان انا اجري واتلخبط، لا ابقى مركز في جريتي. تاني يا جماعه بجري باخد الباور بتاعي من الجايه واهدف نفس النظام، بس هنا هعلى جامب سنه. هعلى جامبي سنه. طب ازاي باخد الجامب تاني؟ انا هنا طبعا لما لعبت خدت جامب بسيط، اتحكمت في الجامب. تاني حاجه طبعا هطلع اخد الجامب فوق، ايدي فوق، كله ركز. واحده واحده وبالراحه جدا بره. تاني. كله ركز على حركه الايد بتتحرك ازاي. حركه الايد بتتحرك ازاي. نطلع بره شويه زي ايدي بجري اخد بالي من الجريه شويه واحدف لفوق وما اخافش. اهم شيء ان انا ما اخافش. اهم حاجه انا ما اخافش. هذا شويه. اهم حاجه ان انا ما اخافش. خفت ترددت في البدايه هجري هعمل كده. مش عارف هعمل ايه. وده اكبر غلط، ده الخوف. مش عايز اخاف. هدخل هاجي عادي اخد جامبي جامب. جريه بسيطه تاني اهو، مش هجري جامد. بس شوف الجامب بيتاخد ازاي. واحده واحده اهو. واحده واحده. تاني. بالراحه جدا. نفترض اتقنت الحركه على يعني على زي ما انا لعبتها كده اتقنتها، يبقى خلاص ما اخافش. اخد بالي مرحله برضه. اهم حاجه في المرحله ديت ان انا ما اخافش. اخش عادي هرمي خلاص. انا هلعب في البدايه على الحاجات الاولانيه اللي احنا خدناها واتعلمها. اهم شيء العب على الحركه ياما جدا، على قد ما تقدر العب على الحركه عشان تتقنها وتاخد عليها. وفي البدايه الدحرجه اللي احنا شرحناها في الاول العب ياما عليها جدا عشان تعودك على اللفه. تمام؟ هنا طبعا لما ابقى اتقنت واخد الحركه. تاني. بالراحه جدا. بس هنا هاخد جاريه بار عشان اعرف اخد جامب. وتاني ما اجريش واتردد. واحده واحده. هجري وهطلع عادي الجامب بتاعي مش الرجل وارمي ايدي معاه. الاثنين مع بعض. واحده واحده. طبعا هنا ممكن تقول لي طب انا عملت كده هلف ازاي؟ هقول لك هتلف ازاي. انت طبعا في البدايه خدت الدحرجه وكانت حاجه سهله جدا. الدحرجه سهله جدا مفيش اي مشكله. هتلعب الدحرجه ياما جدا. وانت طبعا بتحط الجامب بتاعك بتفتكر الدحرجه. يعني بتاخد بطريقه الدحرجه. هي مش صعبه. هي دحرجه ارض بعد كده بطلع بيها هواء. بطلع بيها على الهواء. يعني هي دحرجه في الاول على الارض. بعد كده لما بعلى الجامب بتاعي هي نفس الدحرجه. بس مش تبقى دحرجه. هيبقى فرونت فليب. مش هتبقى دحرجه. تمام. تاني. انا دلوقتي هاخد الجامب بتاعي. خد الجامب واحده في رجلي. واحده في رجلي لفوق. ده جامب. ايدي معايا. الاثنين مع بعض. واحده واحده كله ركز معايا. اهو. تاني.
واحده واحده كله ركز. طبعا نفترض انا خلاص يعني انا جبت الحركه كده، عايز اخد الجامب بتاعها اعلى، بعمل ايه؟ بطلع بجامب عادي، ما اخافش، اطلع على قد ما اقدر، يعني اطلع جامب بمشط رجلي، جسمي كله طالع لفوق. ما ينفعش يا جماعه طبعا اعمل كده، ده غلط. ان انا اخد الحركه بتاعتي مش جامب، بدل ما اخده لفوق اخده لقدام. طبعا كله ركز معايا، ده غلط ان انا اعمل كده، ده غلط، ده غلط. طبعا هنا الجامب بتاعي انا طلعت من هنا وجامبي كله نزلت هنا، ده جامب كده خدته لقدام، ده غلط. طب نفترض لو الجامب دوت انا خدته لفوق، هيبقى فيه طبعا مسافه، لان بدل ما اخد الجامب لقدام يبقى فيه علو الجامب، يبقى جامب بدل ما يبقى لقدام يبقى لفوق. تاني الطلقه يا شباب بتبقى من هنا. تاني هنلعب الفرونت فليب، كله ركز، مش بجري وما بعملش اي حاجه، واحده واحده.